25 كيكانا 20 واللاعب مافالا رقم 34 امامهم في منتصف الملعب من اليمين للشمال اللاعب ألين مارسيلو رقم 11 اللاعب تشيلي، واثنين ارتكاز في وسط الملعب مكوين 4 ومايما رقم 35، وفي الشمال اللاعب موديبا 17 ثلاثي في المقدمه كل من زواني 18 اللاعب مايلولا رقم 33 وشيلويلي رقم 38 في هذه المباراه. لحظات وتنطلق المباراه في مواجهه يعني للمره الخامسه على التوالي، يعني الحراره على فكره 29 درجه والرطوبه اللي بينطلق امامنا هو مايلولا خطير، مايلولا عدى بمهاره، عدى مايلولا. شوف الجماهير والحضور الجماهيري الكبير في ملعب بيسع حوالي 51,700 عن موداو اللاعبين المميزين، لكن خلي بالنا من رقم 3 واتكلم على المنافسين كيف بيضعوا الاهلي المهمه جدا للاعبي وسط الملعب وعدم ترك المساحه. داونز 7 نقاط الاهلي طبعا برصيد حيد مكان اللاعب موكوليلي، ودي التسديده القويه الهدف الاول، التسديده القويه والهدف الاول مارسيلو إليندي. البدايه هنا طبعا يعني كنا بنتكلم لكن لكل مرحله نتكلم عليها. البدايه هدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق مارسيلو إليندي اللاعب اللي من تشيلي اللي سدد بقى دون اي رقابه. 3 لاعبين في قلب الملعب، حمدي فتحي واليو دياب امام فرق جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا الاهلي يبحث عن هاني اماميه ولعوبه حلوه قوي، استلام يفرق. محمد شريف، هل يتراجع فريق نادي مايلولا الى شلويلي الكرات العرضيه. محمد قادر الاهلي كما عودنا الخروج من هذه الدور. اللاعب شلويلي اللاعب النبيبي الخطير شلويلي امامنا هو اللي بيستلم واللي سجل في مباراه الذهاب. يعني شلويلي ولكن عادي معلول فوق. نادي الاهلي ان شاء الله هذا الفريق وسط الملعب والثلاثي تدارك الامر لابد ان يكون يعني تدارك في مباريات المقامه في مصر. طبعا النهارده النهائي 9 دقائق الاولى كره موديبا ملفوفه خطيره جدا بلقب هذه البطوله في 2016 على طول ما ورق بيلعب في الناحيه الشمال لكن جاي ناحيه اليمين. موديبا لما شارك في لقاءات الدوري وشارك افريقيا، ولكن هنا متولي حسين الشحات موجود كان مع البعثه هو مايلولا مهاري ما تتركش المساحات ابدا لهذا. جابوا اللاعب مارسيلو إليندي برافو، ودي كره مقطوعه محمد شريف التعادل لسه بقول لحضراتكم حارس المرمى بيطلع الكره بشكل خاطئ. الضغط رائع في اللقطه الماضيه من بيرسي تاو وتمريره اروع من جانب طاهر، وهدف هنا في هذه اللحظه ياتي هدف التعادل للنادي الاهلي. لسه بنحكي هدف التعادل للاهلي، لسه بنحكي على الروح وعلى الاداء وعلى القيمه للنادي الاهلي اللي بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل الاهلاوي من خلال الضغط والخطا. بص الخطا، شوف امامنا الخطا، وادي على ولد يا ولد على طول القرار رائع محمد شريف وادي امامنا الخطير امامنا اللاعب مايلولا، لكن التغطيه الدفاعيه ورطوله زواني لكن يضغط محمد هاني. اللعب في اتجاه اللاعب مكوينة كرات العاليه الخطيره، لكن التغطيات خلي بالك المساحات الكره ترتد مكوينة خطيره. الكره حاله فنيه مميزه محمد شريف اللي راح 11 مباراه حتى الان على طول الكره ملعوبه، خطوره الكرات العاليه راضي التغطيه ممتازه. بيرجع طاهر مرور امامنا مايما الجندوسي وانطلاقه بيرسي تاو حافظ الملعب وحافظ هذه الاسماء من طاهر. محمد طاهر النهارده بيبدا طاهر يشترك. ادي امامنا هنا يبدو في اصابه الف سلامه لمحمد شريف. ادي محمد شريف على زواني والمره دي الكره العرضيه الخطيره، ولكن يمسك محمد ومايلولا هو اللي ناحيه اليمين وزواني هو اللي بيكفي الترشح والتاهل مع باقي الانديه مع الزمالك على عدم استقبال هدف ثاني ثم استغل خطا، وهي دي موداو ضغط الحلو امامنا هو من، لكن على طول الكندوسي اللاعب الجزائري خطيره هنا زواني خطيره الكره الثانيه بص هنا طالع تكشف التسلل وفي لعيبه ما طلعتش ويسجل زواني الهدف الثاني. الاخطاء الدفاعيه خطيره، الاخطاء الدفاعيه كره ركنيه ابعدت في مكان خاطئ ثم الكره الثانيه الحقيقه والضغط وصلت الى زواني اللي بيسجل هدف ثاني في هذه المباراه. وشوف
تحرك حلو قوي من محمد هاني، مباراه مفتوحه وادي امام اللقاء الثاني في هذه المباراه كان في الدقيقه 24 والكرات ضغط ثاني النادي الاهلي، ضغط ثاني النادي الاهلي يضغط مرتنا حتى الان 3 مقابل 1 المحاولات. وادي امامنا لقاء اللاعب مافالا اللي هو قلب الدفاع رقم 34 هي اللي بتحسم الامور، وبعد كده لو تساوي في الواجهات المباشره مضاو مره ثانيه هنا الاستلام من جانب شلويل، المهارات والمحاولات غير الاهلي عنده دكه قويه لان المحاولات خطيره هنا، وادي على طول عرضيه لكن المره دي تطلع الى خارج. الكره ملعوبه في المساحات اللي بيتكلم عليها وتكل تسلل لكن اتاخر قوي لعيبه النادي الاهلي، خطا كبير. مونديال 11 هذه المعلومات من مونديال اللي في العمق عدت من واحد بتحرك لها على طول لاعب مايلولا قدم بيه سان داونز، ولكن الاهلي ان شاء الله ممكن يعود وايضا يفوز ان شاء الله. اللي بتكلم عليه اللاعب مايلولا اللي استلم مايلولا وادي محاوله لكن سقوط الزحله مايلولا وضغط عليه المره دي. برافو عايزين الضغط ده المباراه امام الفريق المميز فريق ماميلودي سان داونز. بتكلم عليه بص المساحات، شوف المساحات وادي الكره الملعوبه الاماميه لكن مرت بامان وسلام ووصلت لمحمد الشناوي. بطوله 2021 امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. فاول لصالح الاهلي، الاهلي بدا يمسك كوره، ادي حمدي فتحي فكر يسدد حمدي ولكن كوره في ايد حارس المرمى. الكوره اللي بنتكلم عليها لازم تتلعب كتير لكن المره على طول يغطي مشروط بالاداء وبالروح المعروفه. وادي المحاولات وصول في الانتقال امامنا هو لكن الضغط ويطلع بها علي معلول الى خارج الملعب. يطلع على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده مش ممكن الكرة القوية اللي فاجئ بيها الجميع أمامنا هنا ويسجل الهدف الثاني. كرة طبعا يعني فيها خطأ في الرقابة، لم يحسن محمد الشناوي التعامل مع الكرة ولم يتوقعها ويأتي الهدف الثالث القاتل. هدف ثالث قاتل امامنا هنا، الكره المسدده في الدقيقه 24 ثم بعد ذلك مكوينه في الدقيقه. يعني النادي الاهلي الاداء المتوازن اللي اتكلمنا عليه ما كانش موجود، خد ركله جزاء في الذهاب لكن ضيعها محمد هاني. وادي كره حمدي فتحي هي المطلوبه، بيرسي تاو يلجا للفردي لكن على كرة يعني من واحدة من الهجمات. حتى الآن 3-1 لصالح ميلودي سان داونز. محاولة المرور زواني اللي سجل أفضل أشواط الأهلي بل من أسوأ أشواط الأهلي في الفترة الأخيرة. وادي أمامنا فاول لصالح على 4-3 ونشوف الأمور إيه. ولكن شوط أول بعد 4 دقائق وقت بدل ضائع ويعلن عيسى سي عن نهاية الشوط الأول تقدم سان داونز. الشوط الأول سجل ميلودي سان داون 3 أهداف مقابل هدف. شفنا شوط أول حقيقة إيقاع اللعب والعودة. إذا مارسيل كولر يحاول 3 أهداف في مرماه في شوط اللقاء الأول في هذه المباراة. الأهلي عمل تبديلين، بقول لحضراتكم دخول عبد القادر. كرة خطأ جديد ومحاولة وفرصة المرة دي زوان انه المحاولة مكان احمد جندوسي امامنا قفشه وتسديدة حلوة البداية امامنا وعبد القادر. البداية من احمد عبد القادر. التعادل 2-2. ادي امامنا الانطلاقة، محاولة المرور، خطورة ثنائية في مرمى نادي فلامينجو وخطيرة كرة امامنا هنا مايلولا لكن غطى حلو قوي المرة دي. بدني برضه يأثر كتير على التركيز. مرة ثانية زواني الاخطاء الغير مقبول 3 مقابل 3 لكن استطاع الفريق انه يسجل. ودي كرة تلعب احسن من كده. الحاجات دي بص عملت مشكله. الحمد لله علي معلول في عدة من حلول النادي الاهلي يعملها حلوه قوي. علي معلول المره دي ضغط ارتباك محمد عبد المنعم، كره الملعوبه بليني. الشوط الاول اللي كانوا فيه ضاغطين وكان عندهم هم التفوق اللاعب اعتقد يعني وجود عمرو السوليه بيبقى ليدر، بيبقى قائد جندوسي بشكل رائع وسجل محمد شريف. الكره الوحيده اللي اتعملت صديق الاهلي في اخر اللقاءات الهلال السوداني. مره ثانيه التحرك المره دي لكن الاجهز هو اللي بيشارك. خطير جدا اللاعب امامنا اهو عبد القادر تردد في التفكير مايلولا لكن انطلاق على طول موديبا. كرة في العمق دون رقابة. مش معقول بيتحرك ما بين عبد المنعم وياسر ابراهيم وفرصة بتضيع المرة دي. الكرة ديلين للسويسري مارسيل كولر. تمرير هنا المهاره والمساحات. زواني بيمشي بعرض الملعب في هذه المباراه امام هذا الفريق. التمريره البينيه اللي في العمق يطلق عليه امامنا هو اللاعب اللي بيحاول وعايز ينطلق ولسه كره في 2020 و2021 وصيف النسخه الماضيه. كره العرضيه المساحات الموجوده لسه موجوده. وادي الخطوره من جانب يفتح في الجانب اليمين بيرسي تاو لكن مين معاه يضطر للفردي. عنده الفردي الحلوه عدى من موديبا ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو ممكن يدفع. شفت الدفاع يدفع ثمن ايه؟ الاخطاء الدفاعيه لازم الاهلي يستغلها. موقف واحد
واحد ضد واحد، وبيرسي تاو يعرف تمام الماضيه مع النادي الاهلي وسجل هدف في مرمى اوكلاند. ادي امامنا هنا مامي ماكالياس حاول يعالج يعني بعض الامور الفنيه في قدم اداء يعني مميز. ادي امامنا هنا الالتحامات والقوه، وعلى طول رايه بالمساعد في فاول على الصل في اللقطه اللي فاتت بشكل مميز جدا، واستغل كره ثابته للاهلي. علي معلول صانع الهدف الثاني، هل يصنع من جديد؟ ولكن ابعاد من الحارس ويليامز في هذا الوقت. ادي عبد القادر لمحمد شريف طوال سنوات هذا اللاعب، وحتى احترافه اللي كان فيها صعوبه في شوطها الاول، لكن شوطها الثاني النادي الاهلي امامنا هو بيحاول وادي ضغط فاول امامنا. هينزل اللاعب مورينا، هينزل التبديل اللي دايما بيتول غير سان داونز فريق الشوط الثاني، وكذلك الاهلي اللي لازم محمد شريف من خارج منطقه الجزاء وبيرسي تاو، ودي اماميه عدت الكوره من امام حمدي فتحي. كوره بتعدي امامنا جماعي غير الشوط الاول تماما. خطيره الكوره، خطيره يا ستار استر يا ستار. شلويلي بيضعها ليسجل الهدف الرابع. اخطاء دفاعيه لا تاتي يعني من لاعبين مبتدئين. كرة الهدف المهاجم النميمي اللي وضع كرة لا تصد ولا ترد. الهدف كان فيه مهارة فردية للاعب. ادي احمد عبد القادر المحاولة ياتي بعد التقليص امامنا هو. ادي كرة ملعوبة حلوة قوي قفشة، ولكن يطلع على طول يطلع ويليامز. كهربا مكان محمد شريف، ده التبديل اللي ممكن نقول لحضراتكم عليه امامنا هو. كهربا مكان